الفوسفات نتاعنا قاعد راقد خدمة 10 سنين قاعد راقدة، وقاعد وقت المنجم القلعة خاصة يجري على المناجم الكل. منجم القلعة خاصة كان يخدم مع المناجم مع فوسفات قفصة الكل كان يخدم على وقت الفوسفات هي راقد، نحن فوسفاتنا يخدم وكذا. عملوا له انك تعرف كان بينات واحد سكروه منجم القلعة خاصة سكروه وقت سكر ب 243 عامل. اما تو محطوط خدمة 10 سنين برا ويتزايدوا عليها، تو يحبوا يخدموها خواص بعد ما سكروه، تو يحبوا يخدموها خواص. نحن النظام السابق كله بصراحه القديم الكل التو حتى بالوقت الحاضر التو ما زلنا بالبيع والشراء كالعاده كما بكري، ما زال ما تبدل حتى شيء ما تغير حتى شيء. ما دام تو تحت الطاوله يحبوا يبيعوا فوسفات او ما يخدمش، هو فوسفات ما يخدمش وما نعرف شنو، تو يحبوا يبيعوا الخواص. ايش معناه؟ رقدوه بالعاني وتو يحبوا يعطوه تو الخواص يحبوا يتصرفوا فيه. بالنسبه للفوسفات تو يحبوا يعطوه توفيق المنصوري، توفيق المنصوري حل لنا معمل هنا يقولوا معمل باريط حلف في قلب البلاد، رجع علينا بالمرض. والدوله مشجعاته باش يخدم عمال هنا، يخدم 4 خدامه تو في القلعه خصبه، تو خذا منجم بوقرين وخذا منجم سيدي عمر، ويحب يكمل فوسفات تاع جرده اللي نحن فوسفات جرده تو 23 سنه هو بارك علينا فوسفات هنا. ارضنا حايز ارض ما لقيناش وين نخدم، بلاد ما لقينا وين نبنوا، تو بلاد 30 كتار حايزه الفوسفات ما لقينا وين نبنوا. تو سي توفيق المنصوري ولوا يتزايدوا عليه، الناس اللي تزايدوا على المينا قبل تو يحبوا ياخذوا الفوسفات. يزايد عليه يوسف توفيق المنصوري يحب ياخذ، مازال فيه منجم مجلس يحبوا ياخذوه، ونحن سماع اقرب ليه من منجم القلعه خاصه باش ياخذوه، حتى ولو تتواطى معاه الدوله راهو نحن مش نعطينه الفوسفات لو كان تعمل الحكم. اهالي قلعه خصبه وكعمال قلعه خصبه نطالب بالحق، نطالب بتحقيق في تسكير منجم قلعه خصبه، وديجا عندنا قضيه تو في المحكمه الاداريه شاكين في وقت توفيق في وقت رفع دخيل اللي هو من بعد مشى التينيسير تواطى فيها رفع دخيل، وانا كنت نقابي في الوقت هذاك، كنت نقابي سي عمار الينباعي اللي موجود تو في الشؤون الاجتماعيه. تو جبدنا نلقوا 5 وزارات مسكين عليها مصحين عليها، نحن نولوا وقتها كنقابيين باش نطالبوا حقوق العمال. توا نطالب بفتح تحقيق في الناس اللي سكروا منجم قلعه خصبه. فوسفات هون جبولات مكدسه ما عملوا حتى شيء، ما عملوا حتى شيء تو في وقتنا هذا 2013. كل مره هو باش يرقلوه، هو باش يعملوا، هو باش يخدموا. اولادنا تو تشردت كلها قاعده عامله في تونس في صفاقس، عملت البحورات اللي اشتراها موت. علاش؟ كون جا المعمل هذا يختم اليوم ما يصيرش فينا هكا. حتى بناتنا قاعده بطاله، لا معامل لا شيء. باهي نرجعوا فيما يخص الى مشكله الفوسفات، بحاول الله صوروه تو تراو جبولات مكدسه تو ما ثم حد شيء. قيمه 3 مليارات ماتريال نتاع حديد هنا كلش خذتها بنزرت تلوح مشيت كله. عندنا شكون؟ عندنا انا حسن بوقطفه هذا كان قبل متكلف في المنجم، يعني كان قابي ومعاه جماعه قبل في عهد بن علي. البلاد خربوه هما. البورتيك هذا يسوى 2 مليارات، فهمني، قاعد مهمل لا عساس لا عليه حد. الذري تلعب، الذري نهار ربي تلعب لهنا الدور الذري فهمت لا، وتكسر وتفسد ونحن نحاها وخرجت انا لا نتريت. جا ريحه قوي، هو مسيب لا مكالي لا شيء، فهمت، جابوا الريح وجا هاوين، فهمت، قعد مطيش وما جاش وحتى واحد وما عملوش انكيت وما قالوش كيفاش، معناها رزق البليك، معناها لا من نجد علي. والى جانب القلعه الخصبه فان مشروع سراورتين بمعتمديه الدهماني بقي هو الاخر حبرا على ورقه، رغم زياره وفدين اجنبيين من الصين وقطر، ورغم ما ابدياه من رغبه جامحه في استغلال مخزونات هذا المنجم الذي يتوفر وفق تقديرات المختصين على مليارات الاطنان من الفوسفات. بالنسبة للمنجم السراورتين حكينا عليه في قداش من مناسبة، مشينا حتى للسي بي جي، جاء السيد الأمين الشخاري وزير الصناعة، لكن بعد خرجت في الرائد الرسمي اللي السيد الوالي هذايا يجيب التليجاني واستغل يعني ضعف هالبلاد هذيا، واستغل نية هالناس هذيا وباش تخرج من الأزمة نتاعها، استغل الظروف الموجودة في الوقت هذاك. وما راعنا اللي لقيناه في اللجنة هذه متاع الشركة اللي تبعثت في 2011 2012 في الرد الرسمي، والي نلقوه في اسمه في الشركة هذه. يعني الحق تأزمنا في الفترة هذيك، وقلنا يعني ما عادش نتعاملوا مع حتى طرف من الحكومة.
بالنسبة لنا نحن خاطر كنا فرحين، قلنا هاو الاخر تبعث شركة وطنية اسمها شركة فوسفات سراورتين الكيف. اخر ايامات بن علي 2010 ديجا عندنا الرائد الرسمي نتاعها. ثم دراسة عملت ب10 مليارات. في 2011-2012 دراسة أخرى ب10 مليارات. خلفوا الدراسات القديمة. نحن الآن في الموقع المشهور والمعروف على منجم سراورتين، المقر الأساسي للشركات التي توافدت كثيرا على هذه المنطقة منذ السبعينات تقريبا، وهي الشركات البلغارية، شركة إيطالية كذلك، وما تبقى من هذا المنجم إلا آثار النهب التي مارسته هذه الشركات. بطبيعة الحال كما تشوفوا في العينة الموجودة لهنا، نحن كان هنا هذا الموقع هو عبارة عن مقر رئيسي لهذه الشركات. بعد الثورة أسسنا هذه الجمعية من أجل وضع النقاط على الحروف في إطار ما يسمى بمشروع القرن أو مشروع الحلم لهذه المنطقة وللجهة بصفة عامة، وهو مناجم سراورتين. نحن الآن في هذا الموقع نتساءل مرة أخرى أين الحكومة، أين السلطة، وأين وصل منجم سراورتين؟ والحال أنكم تتفرجوا تقريبا في منطقة جبلية كبيرة جدا، تعد في آخر الدراسات بين 70 كيلومتر على 70 كيلومتر، كلها مناجم فوسفات، وحتى فيها مواد أخرى طبيعية وثرية للمنطقة تخدم الجهة بصفة عامة وتخدم الدولة بصفة عامة. هذا ما خلى بعض الخبراء يسموا مناجم سراورتين بأنها مناجم القرن. بالنسبة للعينة هذه ثم كان نشوف اللي هناك ثم الكالكير، ثم الرخام، وثم الفوسفات. يعني جبال غنية، يعني هاو في بروفات واحدة تلقى يعني دي بيسور دو 5 سنتيمتر، فيها 3 كوش. هذه عينة للفوسفات الموجود في جبل العياط، وهي نسبة عالية في هذه العينة بطبيعة الحال من الفوسفات، خاصة أن العياطة معروفة أنها المركز أو سونتر جرافيتي نتاع منجم سراورتين في الفوسفات، بالإضافة للمواد الإنشائية الأخرى اللي كان يوري فيها زميلي تو سابقا. هذه عينة من عينات المواد الإنشائية الموجودة في البلاد، منها الرخام، والدليل التاريخي على ثراء المنطقة بالرخام هو آثار التبيروس. إلى حد الآن فيها بنايات وفيها عرس نتاع رومان على هذه الشكل، على هذه الطريقة ومن هذه العينة، تنجموا تزوروها وتشوفوها تو. وليس بعيدا عن الدهماني فإن نفاذ مخزون منجم الزنك بمنطقة بوغرين بالسرسة يطرح أكثر من سؤال حول مدى التزام الطرف الكندي المشغل للمنجم سابقا ببنود الاتفاقية المبرمة مع الحكومة التونسية، ويطرح أسئلة إضافية حول ظروف وملابسات التفويت في هذا المنجم لمستثمر خاص. كانت العباد تسترزق منها، جوب كمشة سماصرة عمار الهنشيري سلطاني غيره كلها سمسرت فيها ومشيت. ضرت البلاد، ضرت العباد. عباد واحد يخص في 20 مليون والاخر يخص في 200,000 في الشهر، واللي يخص في 200,000 هو اللي يهز الريسك. والتجاوزات اللي صارت مام حتى الحجر تضر منهم لهنا. اراضي فلاحيه تتباع ذات صبغه فلاحيه تبدل بعد تلقاها مينه، تتشرى برخص الاثمان وتتباع باعلى الاسوام بعد من شركه لشركه، وهذه شركه تبني وشركه تهد وشركه تبيع وشركه، والتجاوزات الماليه بدون حساب. ماتريال اللي تشرى يتحط في المجازان على اساس مش تسهل كل مينه، وهو ما يصلحش لها حتى شيء، من بعد يخرج بطريقه ما يخرج ويعاود يتباع في وسط البلاد. فهمتني؟ ناس تشوت هنا، ناس عطت صحتها، ناس عطت رواحها. عندي صاحبي توفى في المينا، انا صالح القاتري الله يرحمه، انسان الكتريسيان ومن الكفاءات الموجوده في البلاد. الكلها مشات تحت التراب، يخدموا في الريسك نهار كامل وهو يشم في الغبار ويشم في الواحد، وفي الاخر يمدوا له 2 فرنك وان شاء الله نرضوا عليك. فهمتني؟ فلوس، فما فلوس تجيش تحكم عليها، لانه انا مانيش اداري باش نجم نعطيك العدد بالصحيح. اما فما تجاوزات كبيره وتشدد في عهد الاس ام بي، وتشدد من مدام اسيا ذي يسموا فيها مدام بوساك، وما جبدتش العباد، خسروا عليها استقاله باش ما تجبدش عباد اللي معاها. وحتى كي سكرت المينا بخت العباد تسترزق منها. العباد هذوما السماسره قاعدوا يسترزقوا منها لتو. خدمت في ميت بوغرين، خدمت فيها المره الاولى مع الاس ام بي، ومن بعد كي جيت بريكواتر زدت خدمت معاها قرابه فما حاجه ما بين
في العامين في الأولى وقرابة 3 سنين في الثانية. تعرضت لاكسيدون بريسك مورتيل، طاح عليه جبل. لاسورونس تاعها كانت بريكواتر، تخلص كل شهر تروحوا لك حاجة، ما دفعتش، ما فماش اسيرونس. نخرجوا بكري يطلعوا لنا لي سوجي قاعد يقولوا لنا فركتوا معناتها ساشيات واحد، والسبب شنو؟ يقول لك راهو بونت عايز يزيد هز اسم باش يهزوا خدام في كار. كانت فما برشا فيها مشاكل، وكان تحملها مكثري، يتحملها ديما الخدام. أما في مدينة جريسة فيطالب أهالي هذه المنطقة بدعم منجم الحديد بالجهة وتعزيز شبكة المؤسسات الصناعية حول هذه المنشأة التي فقدت الكثير من بريقها في السنوات الأخيرة بعدما تراجع إنتاج المنجم بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع عدد العمال بهذه المنشأة الصناعية الهامة. كما يتوفر بولاية الكاف كذلك مخزون هام من الموارد الإنشائية والمواد الأولية القابلة للتحويل الصناعي لو توفرت شبكة معامل ومصانع تحويلية فردية. ورغم ما تزخر به الجهة من موارد ومدخرات، تبقى ولاية الكاف في حاجة ماسة إلى قرار سياسي قوي يسرع بإنجاز منطقة للتبادل الحر مع القطر الجزائرية، ويفعل نصوص الاتفاقية المشتركة بين البلدين بخصوص تثمين الموارد الإنشائية والأولية التي تتميز بها الجهة.